عموما كده معظمنا عارف ان اي مطعم اسمه الشرقاوي بيكون بيقدم كبده ومخ وجمبري وفليه اللي بيتعملوا بخلطه الدقيق وبيتقلوا في الزيت. بس شرقاوي النهارده مميز عن غيره حبتين، هنعرف ليه دلوقتي. النهارده احنا عند مطعم دكان الشرقاوي في مصر الجديده، بالتحديد 10 شارع هروم ميدان الجامع. هنصلي على النبي كلنا وما ننساش اللايك والشير علشان اقدر استمر على خير. هنبدا وهنسمي وندوق علشان الكلام يروق. بحب اعصر ليمون على الكبده كده في الاول. هعمل مركب وهعبيه، وهبدا بالمعتاد والمتعارف عليه، الكبده مع المخ، وده احلى ميكس بحبه في الشرقاوي. وانا بصراحه بفضلهم عن الجمبري والفيليه، وانا كده كده ما طلبتش جمبري وفيليه وهنعرف ليه، بس خليكم معايا. نعبي المركب بالكبده والمخ وقرن فلفل شطه علشان نوحوح الكلام شويه، مع معلقتين سلطه، ويا محلاها بقى لما بيكون فيها شويه بصل شرايح مع شويه الطحينه، والمركب كده بقى سفينه. واودي على طول. اللي بيميز اي محل شرقاوي عن غيره كام حاجه بسيطه بعد نظافه الكبده والمخ وباقي الاصناف، في ان هم بيستخدموا زيت نظيف، ويميزوا بقى نفسهم في السلطات والطحينه وميه السلطه. وهنا بصراحه كله كان في المظبوط، حتى خالد صاحبي كان مبسوط بالكبده، وهو عموما ملوش في المخ. اديها ليمون على الكبده يا خالد وودي. مش عاوز انسى برضو سلطه الكبده المشهوره، بتعلي الكلام مع لقمه الكبده او المخ. نزحلق الكلام بشويه ميه سلطه، ونشوف المميز في دكان الشرقاوي هنا، وهي انهم كمان بيعملوا اطباق من منيو المصمت. نقلب المنيو كده وناخد لقطه للاصناف والاسعار، ونشوف الطبقين الرايقين دول. اول طبق كان مشكل سجق مع الكفته والممبار، حاجه كده في الدسامه والدهنانه منه. الاطباق دي للناس العتاوله اللي بتحب الاكل الحرش والدسم شويتين. بالنسبه لي بحبه بس مش بكتر منه. وحبيت في الطبق ده الكفته، تسويتها بيكون نص مسلوق ونص مقلي، وخالد كمان حبها قوي هي والممبار والسجق، مع انه ملوش في اكل المصمت اصلا. يمكن الطحينه شجعته والشطه، وبقى راجل حرش بعد المنظر اللي شافه حلاوه الاكل. الطبق التاني ده كان شبه الاولاني، لكن الاختلاف او الزياده انه فيه كبده مقليه مع الممبار والكفته والقراقيش والفشه. واعمل مركب ميكس كده فيه كل الحلويات دي، وودي يا سندو وعلي المزاج قوي. بصراحه كنت مستمتع بالاكل جدا. نخش بقى على التقيل منه والمميز برضه هنا واضافي في دكان الشرقاوي، فتة الكوارع. شكلها وحجمها كويس جدا، وطعمها كمان كان حلو قوي، بس كان ناقصها العيش اللي تحت ده يبقى متحمص او مقلي، لانه كان عيش عادي. لو كان متحمص او مقلي كانت الفته هتبقى في حته تانية. نشوف اللي بعده، طاجن باميه باللحمه. شكله كان حلو وجامد جدا، وفي جواه قطع لحمه كبيره. نديله بس عصره ليمون، لان من الناس اللي لازم تحط ليمون على الباميه. وبحب الباميه مع الرز عادي، بس بحبها اكتر بالعيش. ونخلي بالنا علشان بتنزل سخنه قوي. حبيت قوي طاجن الباميه ده، ما فيهوش غلطه، بالعكس مميز قوي. الباميه طعمها حلو بالصلصه اللي فيها، وكمان اللحمه مستويه كويس ودايبه. طاجن باميه 10 على 10. ندخل بقى على اصناف مميزه برضو هنا في دكان الشرقاوي، وهي الكفته المشويه والفراخ المشويه. ودول بقى خالد استولى عليهم. شاف الكفته حلوه وجوسي واداها 9.5 من 10. قلت له اشمعنى النص الباقي ده ليه يا خالد؟ قال لي عشان مع الطحينه تبقى 10 على 10. قلت له تمام، انت فود بلوجر جدا. اخد معلقه رز بسمتي وكمل على الكفته. بصراحه من شكلها كانت باينه انها حلوه، وخالد ما كانش مديني فرصه اني اتصور واجربها، وكمان كان مشغول فيها من حلاوتها. ولما دقتها انا كمان فعلا كانت حلوه قوي، نسبه الدهون باينه فيها، وكمان الشوي والتسويه المظبوطه. ده اللي بيحببني في الكفته. كفته دكان الشرقاوي عالميه. زحلق الكلام يا خالد وروح شوف الفراخ. خالد قال لي الفراخ شكلها حلو وطريه علشان مستويه كويس، وتتبيله الشوي كمان باينه في كل اجزاء الفرخه. قلت له انا شايف فعلا. خالد حبها برضو، وانا كمان دقتها، وكانت المشويات هنا في دكان الشرقاوي 10 على 10. وبصراحه حلوه تجربه الاصناف المتعارف عليها هنا، وحلو حوار الاضافه والتميز في المنيو عند دكان الشرقاوي. ما تنسوش بقى اللي جرب الاكل من دكان الشرقاوي يقول لنا رايه في تعليقات، واللي لسه ما جربش وناوي يجرب لما يجرب يقول لنا برضو رايه. اتمنى لكم تجربه حلوه وتبسطكم، ومع السلامه يا غاليين. اشوفكم في فيديو قريب وجديد.